فعلوا ما عليهم في ارضيه لا الملعب. لاعبين والجمهور فعل ما عليه. تقريبا مدرجات الملعب متوزعة على كاملها. الصوره ابلغ من الكلام. الصوره هي تتكلم على نفسها. حاليا شغل اداره. لا شغل اداره، معنويات، اموال، كل شيء. يعني نعرف ان هذه في الجزائر اللاعبين يا رفيق مش في اوروبا. ايه في الجزائر كي تشوف هكذا، وكانوا في اوروبا يعني متعودين على الجماهير هنا في الجزائر. شكرا لتواضعك رفيق. لا ولات حاجه طبيعيه. لا صحيح، هي يعني فيه بعض يعني الصور في المغرب العربي ككل في ديربيات ولا مباراه مثاليه عندما تشوف الجماهير. كاين بعض الناس اللي متعودين على، مش عارف كابتن حسين يتفق معي او لا، متعودين على في فرق كبيره. مثلا تقول لي رجاء البيضاوي او الوداد مثلا في المغرب متعودين على الجماهير الكبيره والغفيره، بس فريق مثل بجايه مع احترامنا ليه انه يكون عندنا الجمهور الكبير هذا شيء مثير للاهتمام. بالنسبه لي انا متعود، ولكن بالنسبه لناس اخرى اللي مش مولوديه وهران، مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه، هذه فرق متعودين عليها بحكم لها قاعده جماهيريه كبيره. بجايه من 3 سنوات في دوري اخويا نسلفوا نعطوكم دعم. فشيء دعموكم خويا. يشكر عليه الجمهور بجايه. شكرا رفيق، شكرا كابتن حسين. قبل ان ننهي هذا الاستوديو مشاهدينا الكرام، دعونا نتذكر سويا مباريات الاياب بالنسبه للدور نصف النهائي من الكونفدراليه. فعلوا ما عليهم في ارضيه الملعب. لاعبين والجمهور فعل ما عليه. تقريبا مدرجات الملعب متوزعة على كاملها. الصوره ابلغ من الكلام. الصوره هي تتكلم على نفسها. حاليا شغل اداره. لا شغل اداره، معنويات، اموال، كل شيء. يعني نعرف ان اللاعبين اللاعبين يا رفيق مش في اوروبا. ايه في الجزائر كي تشوف هكذا، وكانوا في اوروبا يعني متعودين على الجماهير هنا في او الوداد مثلا في المغرب متعودين على الجماهير الكبيره والغفيره، بس فريق مثل بجايه مع احترامنا ليه انه يكون عندنا الجمهور الكبير هذا شيء مثير للاهتمام. بالنسبه لي انا متعود، ولكن بالنسبه لناس اخرى اللي مش مولوديه وهران، مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه، هذه فرق متعودين عليها بحكم لها قاعده جماهيريه كبيره. بجايه الجزائر. شكرا لتواضعك رفيق. لا ولات حاجه طبيعيه. لا صحيح، هي يعني فيه بعض يعني الصور في المغرب العربي ككل في ديربيات ولا مباراه مثاليه عندما تشوف الجماهير. كاين بعض الناس اللي متعودين على، مش عارف كابتن حسين يتفق معي او لا، متعودين على في فرق كبيره. مثلا تقول لي رجاء البيضاوي من 3 سنوات في دوري اخويا نسلفوا نعطوكم دعم. فشيء دعموكم خويا. يشكر عليه الجمهور بجايه. شكرا رفيق، شكرا كابتن حسين. قبل ان ننهي هذا الاستوديو مشاهدينا الكرام، دعونا نتذكر سويا مباريات الاياب بالنسبه للدور نصف النهائي من الكونفدراليه.